العرض النهارده عندنا ال 10 كيلو وراك ب 470 جنيه. التلج ده احنا بنشتريه بفلوس مش احنا بنلاقيه. ده صاحب المكان بيشتغل بايده. هذه فراخ اللي احنا شغالين فيها. الصلاة على النبي، عندنا فراخ ابو هند الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا النهارده بقى عند اشهر واحد بتاع فراخ وبيعمل عروض، واكتشفت ان هو في كرداسه. في كرداسه ازاي وانا ما اعرفش الموضوع ده؟ فجيت بقى النهارده لقيت تعليق جالي كده في واحد في سيدي سليمان بيبيع فراخ ومشكوك فيها. فانا النهارده بقى جيت علشان خاطر بقى ايه، اشوف بقى بنفسي واتاكد بقى هل الحوار ده بجد ولا ايه. تعالوا بقى نشوف بقى بتاع الفراخ ده، اقسم بالله انا ما اعرفه ولا اي حاجه. فتعالوا بقى النهارده نشوف مع بعض عربيه الفراخ دي بتقول ايه والمكان ده بيقول ايه، عشان بيقولوا عليه عامل عروض جامده قوي. عربيه الفراخ وصلت. طبعا مش هعرف اجيب لكم الملحمه اللي ورايا دي. وريني كده الفرخه دي كده ولا وريني حاجه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طبعا في هنا حاجات ما ينفعش تترفع على النت عشان بس الدم ده غلط. هنا بقى بينزل من العربية يحطها في الميزان. انت متصور اول واحد اللي بيدور عليه هو بيبيع فراخ. هنا بنحط الفراخ على الميزان، تمام. وهنا بقى وده الميزان. حمل يا باشا ما شاء الله. انتوا النهارده جايبين كام فرخه؟ النهارده الصلاة على النبي 2000. ما شاء الله ما شاء الله. يقطع في زيادة. ايه؟ يقطع كام كيلو ال 2000 دول؟ 7 طن. محمد أسامة رقم 1 في مصر، أرخص سعر في مصر، وأنضف منتج في مصر، أنضف واحد أقسم بالله. وسليمان ده أول ما دخلت هنا خبطت فيه وشدنا مع بعض، بس هو راجل طيب يعني. أبو سليمان أبو سليمان حبيبي. بقى إيه حوار التلج ده؟ لأن في حد بعت لي رسالة فقال لي إن هو بيحط تلج الصيف شتاء، فيا ريت بقى توضح لنا موضوع ليه حوار التلج ده اللي معاك ده. الشغل بيتركن فلازم يبقى منها التلج. التلج ده احنا بنشتريه بفلوس مش احنا بنلاقيه، عشان خاطر نطلع شغل جودة نظيفة. شوف بقى ايه الموضوع ده عملي. اهو جاب التلج هنا بقى بيجهز الشغل علشان خاطر طبعا بيكون عنده ازدحام. هو علشان خاطر الناس اللي بتجيله دي ما ينفعش يوقفها. انت بقى عرفني بقى، انت بتوزع لمين ولا بنودي شركات ومطاعم، بنودي محلات زي سوبر ماركت بيغلفوا من ورانا بيبيعوا في الثلاجات العرض. يعني فلازم برضو الشغل بيروح لهم برضو حاجه نظيفه. يعني كمان الشغل بيروح بيتحط في ثلاجات عرض، لازم يروح بايه في جوده نظيفه وكواليتي عالي. قول لي بقى البرميل ده كده مليان ميه ازاي ولا ليه؟ عشان الشغل بيجي من جوه بدمه، لازم يتغير عليه عشان الشغل ما يريحش. لازم يخدم عليه عشان يبقى الشغل يبقى فتره فتره مع الزبون ومعايا. يعني دي قصدك نظافه يعني؟ نظافه، لازم تبقى نظافه. دلوقتي هو بيقول لي ان هو ايه هيصفي بقى من البرميل عشان هيبتدي ان هو يوزن ويوزع. دي طبعا وراك للناس اللي هي ايه بتكون عايزه وراك بس. هو دلوقتي في حاله ان هو بيصفيها بحيث ان هي ايه، في ناس قالت ان هي لما بتحطها في ميه وكده بتوزن وكده ولا الكلام ده. فهو اهو بيبتدي ان هو يصفي الميه اللي فيها عشان لما يجي يوزن ما يطلعش فيه اي حاجه زياده. ما شاء الله الجماعه دول متخصصين كبد وقوانص، ما بينضفوا الكبد وقوانص. والراجل الطيب ده متخصص جناحه. الله ينور عليه. الله اكبر، الله ما شاء الله، الله ما شاء الله. خش عليه يا حمار. الراجل ده بقى ايه اسمه التنبير. ايوه يا جنتي، اللهم صل على النبي. ده الشفاي، الله اكبر عليه. ده صاحب المكان بيشتغل بايده، الله اكبر عليه ما شاء الله ما شاء الله.
هي الفرخه دي تعمل لها كام كيلو؟ تعمل لنا كام كيلو؟ 2 كيلو. الفرخه 2 كيلو. 2 ونص يا باشا. الصلاة على النبي. عندنا فراخ ابو هند الاصلي، الحلاوه والنظافه والطعامه عند ابو هند الاصلي. يعني ايه؟ يعني الفراخ من فوق لتحت. عندنا هتلاقي الكبير والصغير، الحلو والقصير، يشكر في فراخ بفضل الله. وتعالى هنا هوريك الفراخ عامله ازاي. اذا كان من صدر تعالى بص على الجوده، اذا كان من شغل تعالى بص على النظافه. بنجيب جنبين والرجاله دي بتخلص ورا مني. اه يا ابن عم بص. كده احنا بنسهل عليهم يعني. شو ده رايح المطاعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى جينا على الجوده يا اخواتي. الجوده اللي هي جوده السر اللي بتطلع للمطاعم بتاعتنا. الناس اللي ما تعرفناش، احنا هنا يا جدعان مش بنبيع فراخ هنا بس، احنا برضو لينا مطاعم بره واسمنا مسمع جوه وبره. ازاي بقى الصدر بيطلع للمطعم؟ احنا مسؤولين هنا عن الجوده، اذا كان صدر او ورك او فراخ، يعني الحاجه اللي بتطلع للزبون يحطها في الحله على طول وياكلها في بقه على طول. هنا بنعمل ايه بقى؟ جودتنا في المطعم ان الزبون ما يشتكيش من اي حاجه. ازاي؟ يعني الفرخه تتحط عندنا على الشبك، على التتبيله، على الاكل. والمطاعم بتاعتنا مسمعه في كل حته، في القاهره، في الجيزه، وفي اسكندريه، وعندنا كمان في طنطا. تعالى بقى اوريك المنتجات اللي عندنا عامله ازاي. كبده، وراك، وعندنا شيش، بانيه متشرح وبانيه سليم موز، دبابيس. عندنا الوراك بانواعها، وراك من غير جلد، وعندنا وراك برضو بجلد. حاجات كلها نظيفه. ايه اللي يفرق بقى الجلد من غير جلد؟ دي كلها جوده واسعار. في زبون بياخد ده، وزبون بياخد ده، وزبون بياخد ده. كله بسعره، كله بجودته، كل زبون وليه رايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم بالله اسامه عبد الغني الدرواني من ناحيه البلد. وهنا محلنا في كرداسه، مدخل سيدي سليمان الرشاح. هنا ان شاء الله احنا بقالنا هنا من 2011 هنا في كرداسه. لو كنت هنا حاليا في كرداسه ب 2011. شغلنا الحمد لله رقم واحد. يعني عندنا عروض يوميا، عروض على الفراخ. بقالي انا بشتغل في العروض بقالي 5 سنين في العروض. فضل من ربنا شغلنا رقم واحد. شغلنا اللي بيتكلم ده شغلنا. ادي فراخنا اللي احنا شغالين فيها. ادي منتجاتنا. دي دبابيس، ده بانيه متشرح، ده بانيه سليم، ده ستريبس، ده شيش طاووق، دي وراك صافي، دي كبد ووانس. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا يومنا ان شاء الله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله 10 زباين من الحريم. عايز 10 بس يخشوا بعد اذنكم. 10 بس. 10 بعد اذنكم. 10 بعد اذنكم. 10 بس. 10 يخشوا. 10 ب10 بالله عليكم. اعدي بعد اذنكم. اعدي. لا مش هنعدوك بعد اذنكم. حبايبي ماشي حبايبي. عشان التاخير بتاعك. احنا اسفين على التاخير. احنا اسفين على التاخير. كلنا اسفين على التاخير. معلش. لا ما احنا مش هذا ما اللي بعده في اللي بعده. اللي بعده ماشي عرض انتوا زوم دول انتوا اهم حاجه دول. عندنا يا عم اسامه تمس. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يعني قلنا 1080. ادي 1 2 كده معايا 270 جنيه. النهارده العرض ايه؟ العرض النهارده عندنا ال 10 كيلو وراك ب 470 جنيه. 10 كيلو وراك ب 470 جنيه ده عاديه. في 10 وراك من غير جلد ب 600 جنيه. في 10 وراك صافي خالص ب 690 جنيه. النهارده العروض يعني على الوراك كل يوم على كل حاجه. على كل حاجه. العروض الباقيه طيب. النهارده عندنا النهارده الشيش ال 10 كيلو ب 1150. 10 كيلو شيش ب 1150 جنيه. الفاليه كيلو ب 180 جنيه. كيلو الفاليه كام؟ ب 180 جنيه. خدت كيلو خدت 2 زي ما كانش ايه؟ الفاليه مش كيلو زي 10.
الكيلو اللي عشان برضه ايه، عشان حاجه غاليه. اللي العروض على كميات. كل يعني الحمد لله، والكميه تكون متوفره زي ما انت عايز. لو عايز طن موجود. وبكده هيبقى انا خلصت، ويا ريت بقى تكونوا استفدتوا بقى من الموضوع اللي انا كنت فيه ده. المكان ده بيعمل عروض، وبصراحة دخلت جوه المكان لقيت الدنيا يعني زي ما اي حد عنده فراخ بيبيع فراخ والدنيا دي كلها، بس الفرق بقى ان الراجل ده بيجيب فراخ بكميات وبيبيع بكميات ما شاء الله عليه، والناس كلها بتجيله من كل حتة، وشفت كل حاجة. الناس يعني طبعا ناس غلابة اصلا ما فهمش حتة ان هم يغشوا او الكلام من ده كله. فهنا احنا في بلدنا اللي بنلاقوه ناجح او بيعمل حاجه كويسه في البلد او هيعمل حاجه كويسه، دايما احنا كده فينا حته غيره كده، بنحب نغير من حد كويس، حد شايفينه كويس، حد شايفين الناس بتشكر فيه. احنا ليه الناس بتشكر فيه؟ فيا ريت ما تتهموش بالناس بالباطل. انا دخلت المكان، والمكان بصراحه كل حاجه شفتها ومية مية، والناس دي نظيفه، والناس دي بتتقي ربنا في اكل عيش. لو مكمل الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش بقى تعمل لايك وتعمل مشاركة وتعمل كومنت كده ايه لو انت بتشتري من عند الناس دي. دلوقتي انا هخلي حد من الناس اللي هي بتشتري منه يعني تقول لي ان هي زبونه وكده، فعايزه تشهد شهاده حق. دلوقتي يا حاجه الحاجه اللي انت بقالك قد ايه بتشتري من الراجل ده؟ ده جالي 2 وزياده اكتر، بقالي كتير. لا قولي انت بقالك كتير. والله انا جايه النهارده مخصوص عشان اصور الفراخ وهي نازله، عشان الكلام اللي سمعته امبارح كله غلط. والله فراخ، وعلى مسؤوليتي انا فراخ ما فيش احلى منها، وارخص واحد فيك يا كرداس ده زياد بتاع الفراخ بتاع سيدي سليمان. هندي برضه لواحده تانية برضه ايه تتكلم برضه وتقول ايه وتشهد شهاده حق. والله واحنا واقفين اهو العربيه هي بتنزل. خد يا باشا قولي بقى نشوف انت عايزه. تمام يا باشا، والله انا باخد منه دلوقتي يعني بقالي اكتر من 10 سنين. بسم الله ما شاء الله، عمري ما اشتكيت منها خالص. فراخه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا، يعني بصراحه عمري ما اشتكيت منها خالص. ولو وحشه فعلا الناس ما يبقاش عليه الناس دي كلها، يعني بسم الله ما شاء الله فراخه حلوه بصراحه. ماشي يا باشا، الف شكر يا غالي.